سؤالين. السؤال الأول يتعلق بوجود لجنة مكلفة بإيجاد حل للنظام الأساسي المتعلق برجال التعليم. هل هناك اجتماعات خاصة لهذه اللجنة؟ وما هي الأمور التي يمكن أن تناقشها في أفق إيجاد حل هذا المشكل الذي يعاني منه التلاميذ والأسرة التعليمية؟ شكرا. أولا بخصوص الموضوع الأول المتعلق بموضوع الاجتماعات المزمع عقدها مع أسرة رجال ونساء التعليم. أولا هذا الموضوع حظي بمناقشة مستفيضة وبمناقشة عميقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة وطبعا السيد رئيس الحكومة، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع بكل ما يتطلبه من المسؤولية والجدية، وأيضا بكل ما يتطلبه من الاهتمام. أولا موضوع ديال الحوار، الحكومة كانت حريصة دائما ومنذ اليوم الأول على أن الحوار يجب أن يبقى مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم. وسيد رئيس الحكومة في اجتماع الأغلبية الذي انعقد مؤخرا عين لجنة تتكون من السيد الوزير القطاع المعني، وأيضا من السيد الوزير المكلف بالميزانية والسيد الوزير المكلف بالشغل. الحكومة الآن موجودة واللجنة موجودة وهي مستعدة للجلوس حول هذا الموضوع بسرعة، ووقتما عبر هؤلاء النقابات وكل المهتمين بهذا المجال برغبتهم في ذلك. فالحكومة تفتح الأبواب ومستعدة للحوار حالا بدون أي إبطاء حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات رجال التعليم. طبعا الاجتماع الغاية منه هو تجويد هذا النص، تبديد التخوفات، وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة وبين رجال ونساء التعليم من أجل طبعا حل هذه الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ إلى أقسامهم. فالحكومة مستعدة، ومنذ كما قلت منذ اليوم الأول الذي عين فيه السيد رئيس الحكومة هذه اللجنة للاشتغال بأفق من الاستماع والحوار والإنصات والتشاور من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف طموحاتنا جميعا في إقرار الجودة التي نطمح لها جميعا حكومة ومختلف رجال ونساء التعليم.